السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم بخير وعلى خير وبصحة وعافية يا رب. واش كتصدقوا أنه يمكن لكم توجدوا حلويات في هذا العيد وتكون حلويات صحية هشيشة وبنينة بحال الحلويات العادية؟ أكيد معايا أنا إن شاء الله كلشي كاين. جبت لكم واحد الوصفة اللي هي عبارة عن وصفة تاع الغريبية البهلة، ولكن الغريبية ديالنا بعقلها. أيه علاش بعقلها؟ حيتاش بدقيق القمح الكامل ماشي بالدقيق الأبيض، وماشي بزيوت مهدرجة، غادي نديروها بالزيت البلدية مع الزبدة الحيوانية أو الزبدة البلدية، وما فيهاش سكر، بدون سكر مضاف. غادي نحليوها بدبس التمر أو أي محلى يمكن أنك تحصلي عليها وأنه يكون متوفر عندك. واخا تكوني سيداتي اول مره غادي تجربي الحلوه غادي تصدق معاك، فما بالك الا كنتي كتصوبي الغريبيه البهله وغادي تنجح معاك. هنايا غادي نخلي لكم واحد السيده صديقتي، ولات صديقتي، خلعتني وصدمتني صراحه. شافت الريل في انستغرام وصيفطت لي هذا التطبيق، والله الا زعما الصراحه فاجاتني. ومن هنا كنشكرك ام نسيبه حليمه اختي، جزاك الله خيرا على الثقه اللي وضعتيها فيا. ما كنتش كنعرفها، وستا صيفطات لي قالت لي اختي مريم راه جربتها الله يعطيك الصحه. تنتي يلا يعطيك الصحه والله يخلي لك صحيحتك. الوغ باش غادي نبداو، اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نغربلو القمح الكامل، لانه انا هذه شحال كنت كنشريه بوحدو كل حاجه بوحدها. دابا راه كان بروغريسيفمون كنطورو وكنديرو حوايج جداد. غادي نغربلو بوحديتي باش نبقى ندير حوايجي في الدار بوحدي. دونك جبت قصعه كبيره وصفايه سلفتها على اختي باش صفايه رقيقه باش نغربل ويعطيني شويه القمح يكون مغربل. دونك هذيك النخاله اللي شاطت غادي نستعملها في استعمالات اخرى ان شاء الله، وصفات جديده اللي غادي نديرهم معكم. غير شجعوني وتابوناو عندي وان شاء الله ما يكون غير خير. دونك في القصعه ديالنا غادي نديرو كاس تاع العنبه، غادي نعبرو بكاس تاع العنبه ولا عينك ميزانك، ما راكيش مقيده بالعبارات. الا عندك القوقه واللوز ولا الجنجلان اي مكسرات ديريهم، ولا ما توفرش عندك غير الجنجلان فالجنجلان بوحديته كافي. غير شنو هي شحال ما درنا المكسرات كينقص علينا الكميه نتاع الدقيق اللي غادي نزيدوها. دونك هنايا استعملت كاس تاع العنبه ديال الجنجلان مهرمش، كاس تاع العنبه ديال اللوز محمر ومطحون، كاس تاع العنبه ديال القوقاو بلا قشور محمر ومطحون، ويمكن لك ديريه بالقشور. وإلا بغيتي إدام اكثر وتنقصي من كميه تاع زيت الزيتون والكميه تاع الزبده، غادي هاد المكسرات غادي تطحنيهم مزيان حتى يطلقوا الزيوت ديالهم. انا ما درتش هاد الطريقه. دونك هنايا بالنسبه للمحلى الطبيعي اختاريت دبس التمر ودرت قبصه تاع الملح، درت شويه ديال النافع وحبه حلاوه اختياريين، ودرت شويه ديال القرفه حتى هي على حسب واش كتبغيها ولا ما كتبغيهاش، زوج ديال الخمارات حمر ولافاني. هنا يمكن راني دايره 3 صراحه، بانوا لي 3 ولا زوج. المهم ديروا غير زوج، ما غاديش تحتاجوا اكثر من 3. دونك غادي تجمعوا دوك المكونات اللواله كاملين حتى يتجانسوا، وعاد نبداو نزيدوا دقيق القمح الكامل شويه بشويه. انا هنا كنت موجده ندير غرفيه ساعه، غير هذاك الشويه اللي درت في الاول هو اللي كفاني. هنا غادي تجمعي الخليط نتاعك او تدلكيه، لان الغريبيه كتبغي تدليك. دلكيها مزيان حتى تبقى تطلق ليدام ديالها. وما ننساش انه يمكننا ناكلوا كل شيء بدون حرمان وبدون تأنيب ضمير. غير خصنا نعرفوا شنو غادي نديروا. الماكله اللي كتوجديها في دارك سيداتي راه هي نفسها اللي كتطيبي بزيت العود، ما تقليش. يعني ما عندكش زعما شي اختراع غادي ديريه باش تبقاي تاكلي اكل صحي وتوكلي وليداتك ماكله صحيه. دونك هنا الغريبيه ديالنا راه تجمعات وراها كتكور فاسيلمون. غادي نمشيو نوجدوا اللاطات نتاعنا وغادي نكوروها على الشكل المعتاد. ديريها سيداتي صغيره ولا ديريها كبيره على حسب نتي عينيك واش كتبغي. كنتي كتبغيها حتى قد الخبزه ديريها قد الخبزه، حتى واحد ما غادي يسالك. انت حره سيداتي. معايا انا ما كاينش تقيد لا بمقادير لا بحتى شي حاجه. انا كنعطيك الجلوبال العام وانتيا ديري له التكييف على حسابك. غادي نشكلوا العجينه ديالنا كريات حسب الشكل وحسب الذوق وحسب الحجم.
حتى نكملوها. والفران ديالنا راه ديجا كنا درناه يسخن من بدينا نشكلوها باش تشقق لنا مزيان. دونك انا شعلت لها الفوق حتى بدات كتشقق، عاد هبطتها لتحت. دونك ها هي الغريبيه ديالنا واجده. شفتوا اللون ديالها كيجي لون ذهبي ورائع، والصراحه والله العظيم ما كيتفرقش المذاق ديالها على الغريبيه العاديه. الشيء اللي زوين في هذه الغريبيه هي انه فيها القوام كما نقولوا حنايا، مقومه دوك المكسرات اللي كيعطيوها قوام، وكيعطيوها حتى كتجي صحيه زعما. هنا غادي نخليها تبرد شويه باش نقدر نتحكم فيها. انا غير وريت لكم كي دايره، حيت الا كما كتعرفوا الغريبيه الا هزيناها وهي سخونه غادي تفرتت. انا هزيتها غير بشويه باش كتشوفوا كي جا اللون ديالها قريب. تبارك الله عليا. وخلاص هنايا من بعد ما بردات راني كنستفها. عطاتني هاد كميه لا باس بها صراحه، غير داك شويه تاع الطحين عطانا كميه تبارك الله ما شاء الله. هنا ولدي عطيته يذوق كما العاده باش يعطيني الراي ديالو، حيتاش كما كنقول لكم الحاجه اللي كيبغيوها الدراري الصغار كتجيهم زوينه، راه اكيد لا نقاش ولا جدال فيها. دونك مرة أخرى كنشكركم على الثقة ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى اللايك وعلى المشاركة وعلى أي كلمة كتقولوها في حقي. وإلا عجبتكم الوصفة شاركوها حتى نتوما كيف لاله حليمة، وكنقول لكم الصحة والراحة والله يتقبل.